الحلقة اللي فاتت شفنا إيمان إبراهيم وطاعة إسحاق، والنهاردة هنكمل المشوار مع يعقوب اللي بدأ حياته بصراع وانتهت ببركة لكل نسله. يعقوب ما كانتش حياته سهلة، ده قضى سنين في جهاد وتعب، صارع مع الله لحد الفجر وهو بيقول جملته الشهيرة: لا أطلقك إن لم تباركني. وعشان كده ربنا غير اسمه لإسرائيل، يعني مجاهد مع الله. يعقوب خلف 12 ولد، هم دول اللي بقوا أسباط إسرائيل ال12. لكن المحبة في البيت اتهزت بسبب يوسف الابن المحبوب ليعقوب. يوسف كان بيشوف أحلام إن الشمس والقمر والنجوم بيسجدوا له، وده خلى إخواته يغيروا منه جدا، وفي لحظة غدر رموه في بير وباعوه لتجار إسماعيليين ب20 من الفضة، وكذبوا على أبوهم وقالوا له إن ديب أكله. يوسف وصل مصر وباعوه عبد في بيت فوتيفار، ورغم كل الظلم والافتراء اللي اتعرض له ودخوله كمان السجن، كان الكتاب بيقول جملة واحدة هي اللي بتوصف حياة يوسف: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وبسبب حكمة ربنا يوسف فسر أحلام فرعون عن سنين الجوع، وبقى هو المسؤول عن تموين مصر والعالم كله. المجاعة خلت إخوات يوسف ينزلوا مصر علشان يطلبوا أكل، وهناك يوسف كشف لهم عن نفسه بدموع وقال لهم: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. وبكده نزل يعقوب مع كل أسرته لمصر، وعاشوا في أرض جاسان مكرمين، وبدأت فترة جديدة من تاريخهم. الشعب عاش في مصر وكبر جدا، بس يا ترى هيفضلوا عايشين في خير يوسف للأبد، ولا في فرعون جديد هيغير كل حاجة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تحط لايك وتعمل فولو علشان يوصلك كل جديد.